إيران عندها قنابل نووية تحت الأرض مخزناها لليوم الكبير المذكور في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة، لأن العلامة الرئيسية لمجيء نهاية العالم هي إن إيران تضرب إسرائيل وإسرائيل تضرب إيران. لا ترامب هيعرف يوقف الحرب دي، ولا شي جينج بينج اللي في الصين هيعرف يوقف الحرب دي، ولا بوتين هيعرف يوقف الحرب دي، لان الحرب دي علامة مذكورة في كتاب النبي دانيال اللي نبواته ابتدت تتفعل في الايام اللي احنا عايشين فيها. نبي دانيال ده نبي معترف بيه في الديانات الثلاثة. الله ارسل ليه الملاك جبرائيل علشان يوريه احداث نهايات العالم، الاحداث السياسية اللي هتحصل. فالملاك جبرائيل ورى دانيال في الرؤية ان في قطبين هيطلعوا في الشرق الاوسط هينطحوا بعض، وصورهم بشكل بلاغي. قطب اسمه الكبش وقطب اسمه الماعز. الكبش ده ايران والماعز ده اسرائيل، علشان ناس تفهمهم وناس تستهزأ بيهم. ايش دي الشفرة الحربية؟ بص بقى هنقرا النبوة مع بعض واحدة واحدة كده، ونقرا النبوة مع بعض. بيقول لك في السنة الثالثة من الملك بلتشاصر ظهرت لي أنا دانيال رؤيا بعد التي ظهرت لي في الابتداء. فرأيت في الرؤيا وكان في رؤياي وأنا في شوشن القصر. الكلام ده من 2600 سنة. رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا، فلم يقف حيوان قدام ولا منقذ من يديه وفعل كمراداته. بيتنبأ عن إيران بصورة الكبش إنها بتنطح في سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي غزة، وكانت عايزة توصل لمصر في ثورة 25 يناير يوم ما هربت الإخوان من السجون بس معرفتش. فاهم الكلام؟ بتنطح في الشرق الأوسط كل ما حدش عارف يقف قصادها. واللي بيستهفأ بإيران ده مش فاهم حاجة. الناس دول أقوياء يا جدعان، أقوياء. فاهمني؟ فنيجي بقى بعد الكبش بيقول لك إيه؟ وبينما كنت متأملا إذ بتيس من الماعز. هنا بيتنبأ عن إسرائيل أو الغرب الجماعي. تيس من الماعز جاء من المغرب. لما أقول بص من المغرب الغرب الجماعي على وجه كل الارض ولم يمس الارض. بيتنبأ بشكل بلاغي انهم جم بالطيارات، مش بالحرب البرية، لا بالطيران. اسرائيل وامريكا لما بتيجي بتضرب بالطيران، ما بتضربش بري. فبيقول لك من المغرب على وجه كل الارض ولم يمس الارض، وللتيس قرن معتبرا بين عينيه. هنا بيتنبأ عن كل التحالف الغربي ان في قرن بين عينيه اللي هو اسرائيل، مملكة اسرائيل هي رأس الحربة بتاعته. فبيقول لك ايه؟ وجاء الى الكبش بقى صاحب القرنين. بيقول ان التيس الماعز اللي هو اسرائيل جاء عند الكبش صاحب القرنين. وهو بيقول لك عن الكبش صاحب القرنين لبنان وايران، لان مملكة ايران مبنية على لبنان حزب الله، ومبنية على ايران نظام الخامنئي. فبيقول لك صح ليه قرنين. الذي رأيته ووقف عند النهر وركض اليه بشدة قوته، ورأيت قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضربوا الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه وطرحوا إلى الأرض وداسوا، ولم يكن للكبش منقذ من يديه. بيتنبأ إن أمريكا وإسرائيل هتضرب مفاعلات إيران النووية، وإن إيران في الوقت ده نظامها هيسقط، والشرق الأوسط كثير من البلاد العربية والخليجية هتسقط. ودي العلامة الرئيسية لمجيء نهاية العالم الكبرى. مجيء نهاية العالم الكبرى. في الوقت ده هتتهيج 4 زوايا الأرض. مين 4 زوايا الأرض دول؟ أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. دول 4 الأقطاب المسيطرين على الأرض. عايز أقول لك إن طول تاريخ العالم حكموا 4 ملوك. دول قدروا يسيطروا على الأرض بشكل رأسي في التاريخ. بشكل أفقي برضو في دلوقتي 4 زوايا الأرض اللي هم أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. دول هيجوا كل تحالف فيهم هيدعم تحالف هيدعم إسرائيل اللي هي أمريكا والاتحاد الأوروبي هتدعم إسرائيل، وروسيا والصين هتدعم إيران. ويا ويل يا ويل السعودية، لأن هي هتكون جبل الذهب. يعني إيه جبل الذهب؟ يعني جبل بترول يوم القيامة أو وقود يوم القيامة. اللي هيسيطر على السعودية هيكسب الحرب العالمية الثالثة. وفي وسط اشتعال الحرب العالمية الثالثة دي الله بنفسه هينزل على الجبل المقدس في المدينة المقدسة، وملائكته هتطوف حواليه، وهيرسل روحه يلم المؤمنين بيه من الديانات الثلاثة ويعطيهم الملك على كل الأرض. أما الناس اللي رفضته، الناس اللي بعدته عن حياتها، هيكون نصيبهم في الظلمات الليل حسب المكتوب في النبوات القديمة. ومن هنا نهاية الأمر، يوم القيامة الشهير، اليوم العظيم، يوم الرب المعروف.
اللي فيه الشمس هتطفي والقمر هيتحول لدم وكل البحور هتعج. الله بنفسه هينزل وهيكشف امام الناس، هتشوفه، الناس هتشوفه. الوقت ده خبر هيطلع من ناسا، خبر كاذب. كائنات فضائية بتقتحم الارض، كائنات فضائية بتقتحم الارض. هلم يا كل 4 زوايا الارض المتصارعة علشان توجهوا مدافعكم للسماء. وهينزل الله مع جمهور ملائكته الغريبة ان بني ادم هيرفعوا المدافع في وجهه، وهو هيرد عليهم بسيف من فمه ويبيد كل اعدائه ويصنع ملكوته الاخير، ملكوت الله الابدي. الوقت قريب، استعدوا للقاء الهكم.